أنا ممرضة، وكل يوم الدكاترة بالليل بيدخلولي واحد ورا واحد علشان أسعار رخيصة وبريحهم كلهم. كنت في مرة في الشيفت بتاعي اللي كان ليلي، وفي الوقت ده صاحبتي قالتلي: يا بنتي اهدي على نفسك كده، هو انتي على طول ضحك وهزار كده مع الدكاترة؟ ما ينفعش اللي انتي فيه ده، هتتفهمي غلط. قلت لها: انا بعمل ايه يعني؟ انتي اللي مكبرة الموضوع، مفيش حاجة انا بعملها غلط. قالت لي: يا بنتي اهدي على نفسك كده، وما ينفعش دخلتهم وخرجتهم ليكي كده كل شوية بالليل، سمعتك حافظي عليها. انتي بس مش عارفة انتي مكبرة الموضوع كده ليه؟ هو انا بعمل ايه يعني؟ ما انتي عارفة اللي فيها. قامت قالت لي: المهم انا حذرتك، وعموما خدي بالك بقى، علشان اللي انتي فيه ده غلط في غلط وما ينفعش، وكده هتلاقي نفسك ان انتي بتغلطي غلط كبير جدا. يا بنتي بلاش تكبري الموضوع قوي كده، ما انتي عارفاني كويس. انا عارفاكي، بس الناس ما تعرفكيش، ودخولهم وخروجهم عندك بالشكل ده اكيد هتلاقي نفسك ان فيه شبهات. المهم خدي بالك. المهم سابتني وخرجت، وانا بصراحة عمالة افكر: ايه ده؟ هو انا بعمل ايه؟ وهي ازاي تكلمني كده؟ وهي مالها اساسا؟ دي حاجة مش بتاعتها، دي حاجة بتاعتي انا. اتكلم مع اللي انا عايزة اتكلم معاه، واعيش حياتي زي ما انا عايزة اعيش، لا ليها دخل ولا ليها حتى ان هي تقولي انا اعمل ايه. المهم كنت متضايقة قوي ومتكادة، لحد ما بعديها لقيت الدكتور بيخبط وبيقولي: هو انا ينفع ادخل؟ اه اتفضل ادخل. قال لي: بصراحة كده انتي حد جميل جدا. شكرا جدا ليك. لا شكرا ايه، بصراحة انتي لا مقاومة لجمالك. ايه الجمال ده كله؟ هو حضرتك في حاجة؟ لا، بس بصراحة سحرتيني وعجبني جمالك وعجبني اللي انتي فيه وكل الكلام ده كله. تمام شكرا. قال لي: ايه رأيك لو بكرة الصبح اعزمك على فنجان قهوة بعد ما تخلصي؟ ايه؟ لا مفيش داعي شكرا. لا هعزمك بكرة على فنجان قهوة، اتفقنا؟ وقام خرج وقام سايبني، حتى ما ادانيش فرصة ان انا اعترض او اقول لا او اقول اي حاجة. وانا كنت عمالة افكر هو عايز ايه ده وماله بيا ده. المهم محطتش في دماغي حاجة لحد ما جه تاني يوم ولقيته دخلي وبيقول لي: ها بقى، جهزي نفسك، انا هطلع اطلع العربية بتاعتي من الجراج على ما انتي تكوني